تطيب من التحت، نخليوها حتى كتنفخ. غادي نقصوا النار ل 180 وغادي نخليها حتى كطلع مزيان وكتورق وكطيب ليا من التحت، وغادي نشعل الفوق وغادي نخليها ثاني عاود على 180 حتى كتقرمش وكتجي مقرمشه وكتجي ماشي رائعه، اكثر من رائعه، زوينه بزاف كما كتلاحظ. المهم طوب، هادشي اللي غنقول لكم. السلام عليكم، شكرا. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بديل لورقه البسطيله بعجينه سهله، حيت بزاف منكم اللي ما كيتوفرش على الورقه ديال البسطيله، الناس اللي عايشين خارج ارض الوطن والناس اللي عايشين في البوادي. غادي نوريكم التقرميشه ومن بعد غادي نمشيو للمقادير. غادي نبداو ان شاء الله في المقادير ديال العجين. عندنا واحد البيضه وحده و6 ديال الكؤوس ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، شويه ديال الملحه وجوج معالق كبار ديال الزيت العاديه. بالنسبه لهذا الزيت اللي غندير اليوم، انا دائما تيكون عندي في الثلاجه، كندير تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت وكنضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء وكنخلطو كنديرو في القرعه. كنخلي ديك الفلفله حمراء حتى كتهبط للتحت، وهذاك الزيت كنبدا نستعملو في المملحات. عندي واحد المعلقه مع امراش ديال هذا العسل، كنتو سولتو عليه فاش درتو في الشباكيه، هو راه زوين بزاف، راه كاين في مرجان موجود بالاحجام اللي بغيتو الكبير 4 كيلو ونص، بغيتو اللي بغيتو الاحجام اللي بغيتو، الكبير والصغير، والمذاق ديالو رائع زوين بزاف. صافي كنبدا نخلط في هذا العجين ديالي. المهم كما قلت لكم يمكن لكم ديروا الزيت العاديه، انا حيت عندي وكيعجبني نديرو في الحوايج المالحين بحال الحوت، بحال اي حاجه تتكون مالحه كيعجبني ندير في هاد الفلفله الحمراء، كتعطي واحد اللون وكيجي زوين بزاف. كنبداو بسم الله في العجين ديالنا، كنبداو نعجنو بشويه بشويه. بالنسبه للماء، الماء من روبيني ماشي دافي عادي. المهم بالنسبه لهاد العجين دخلت فيها كاس، جوج كيسان الا ربع. غادي نخلي شويه وانتم عينكم ميزانكم البنات، ما تخويوش الماء دفعه واحده، يعني كتبقاو بشويه بشويه وانتم كتديروا. بالنسبه لهاد العجين كتجي مجموعه، ما كتجيش خفيفه بحال ديال البريوش اولا. المهم كتجي مجموعه، كندلكوها تقريبا واحد 5 دقائق على الاكثر، ماشي بزاف. ويمكن لكم الا كان عندكم الوقت وما بغيتوش تدلكوها غادي تجمعوها وديروها في بلاستيك وتخليوها تدلك بوحديتها، وتعاودوا ملي كتجبدوها من البلاستيك كتعاودوا تجمعوها واحد 2 مرات وصافي. انا غادي ندلكها واحد تقريبا واحد 3 دقائق صافي، وغادي نكركبها ساهله، وغادي نديرها فواحد البلاستيك وغادي نخليها ترتاح على خضرها. المهم المده ديال الراحه ديالها الا كنتم مزروبين عندها تقريبا واحد 30 دقيقه، وتقدروا تخليوها حتى اكثر. غادي ندوزو ان شاء الله الحشوه. عندي جوج ديال المربعات ديال الشعريه ديال الارز اللي كنديرها في المطايب، وغادي نخليها 5 دقائق وغادي نصفيها من داك الماء وغادي نقطعها. وبالنسبه للحشوه ديالي اليوم اقتصاديه ولكن راه هي بنينه بنينه بزاف. عندي بصله كبيره مقطعه مربعات صغيره، عندي فلفله وحده حمراء حتى هي مقطعه، عندي واحد ضامتي ديال الحوت اللي غادي يجي واحد المذاق زوين بزاف، وعندي جوج ديال القرعه خضراء اولا جوج ديال كورجيت محكوكين في الحكاكه رقيقه، جوج ديال الحبات ديال الجزر هما كذلك محكوكين في الحكاكه رقيقه، ورقه الرند اولا جوج، وتقريبا واحد 3 الفصوص ديال الثوم. وغادي ندير القليل من الزيتون، وغادي نوضع المقله ديالي فوق النار. غادي نخليها حتى كتشحر، العناصر كلهم كيتشحروا، وغادي نكملوا ان شاء الله الوصفه ديالنا. ما نقولش لكم هاد الخضار كي غادي يجيو في هاد الحشوه معلكين واكثر من رائعين. المهم البنات وبالنسبه للولاد اللي بغيتو في الخضره يمكن لكم غديروا كما شفتوا ديك الكميه كانت كثيره، ها هي نقصات مع كنحيدوا دوك الوراقي ديال الرن. اللي ما عندوش وما توفروش ليه ما بغيتوش ديروهم يمكن لكم ما ديروهمش، غادي نديروا واحد المعلقه صغيره مع امراج ديال الهريسه، واحد شويه ديال الزيتون مقطع دوائر، وواحد العصره تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال العصير الليمون، باش كيعطي ديك الحموضه، كتجي الحرور مع الحموضه كتجي شي حاجه شي بنه اكثر من رائعه، يعني في شي حاجه اللي تتكون مالحه بحال. المهم غادي نديروها، غادي نسموها بالطون باش كيجينا بطعم السمك، كتجي شي حاجه اللي هي زوينه. درت ضامتي ديال الحوت باش كيركزوا السمك وكتجي واحد المذاق زوين. غادي نديرو في التوابل واحد المعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، نص معلقه ديال الخرقوم البلتي، نص معلقه ديال الابزار فلفل اسود. صافي هادو هما التوابل اللي غادي نديرو. وبالنسبه للملحه ما غاديش نديرها، مع درت الهريسه مالحه، ضامتي مالحه، وغادي نضيفو واحد المعلقه كبيره هذه اختياريه ديال الصوص الصوجه حتى هي مالحه. صافي وغادي نخلطو، يعني ما كنحتاجوش الملحه نهائيا. صافي وغادي نديرو هذوك الشعريه ديال الارز اللي قطعتها وتصفيتها مزيان وغادي نخلطها هي بحد ذاتها واحد البنه ما نقولش لكم. كنزيدو تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال المعدنوس، غلبوا المعدنوس القزبر، درت جوج يعني عويدات فقط. صافي غادي نخلطوا كلشي هاد العناصر مزيان، وغادي نضيفوا جوج العلب ديال الطون صغار،
اللي صفيناهم من الزيت اللي كتلاحظوا من بعد ما طفينا النار دابا مطفيه. هاد الحشوه ما نقولش لكم عليها، تتجربوها وديك الساعه وغادي تشوفوا وغادي يعجبكم الحال الا تبعتوا هاد المراحل والمقادير اللي عطيتكم. راه اكيدين غتجيكم ماشي رائعه، اكثر من رائعه. صافي دابا غادي ندوزو ان شاء الله للعجين ديالنا ونخليو الحشوه ديالنا تبرد. كناخذ واحد شويه ديال الزيت وغادي نجيب العجينه ديالي وغادي تشوفوها من بعد ما ارتاحت كي جات بحال شكل لاستيك، جات زوينه كتجبد بحال شي مسكه. غادي نقسمها على 4 وغادي نديرهم 4 ديال الكويرات اولا 4 ديال الخبيزات كما كتلاحظوا. صافي كنكورهم كندهنهم بشويه ديال الزيت وغادي نخليهم يرتاحوا مره اخرى تقريبا واحد 15 دقيقه. صافي من يرتاحوا ليا كناخذ شويه ديال الزيت وكنبدا نسرح في العجين ديالي. عندي تقريبا واحد شويه ديال الزبده، تقريبا واحد 100 غرام، اللي كنشدها وكندوبها وكنحيد منها داك الحليب اللي تيكون فيها وكنخليها حتى كتبرد، هي اللي غادي نورق بها ان شاء الله. كنحاولوا نسرحوا مزيان. كل ما سرحنا هاد العجين ديالنا كل ما كتجي زوينه بزاف ومقرمشه وكتجي كتذوب في الفم، يعني كيجيو التوريقات بزاف، كتجي بحال شكل شوصون، بحال شكل يعني الورقه ديال البسطيله، كتجي واعره زوينه بزاف. المهم ان شاء الله غادي نبقى في هذه السلسله ديال العجائن. من الاحسن حيت بزاف منكم اللي ما كيتوفروش على الورقه ديال البسطيله، داكشي علاش اليوم درت لكم هذا الفيديو، شي حاجه اللي بسيطه وكتجي ماشي رائعه. البنات راه غادي تشوفوا الفيديو وغادي يعجبكم الحال ان شاء الله. كنتمنى البنات تشجيعاتكم بلي لايك والاشتراك في القناه عالم سعاد اللي باقي ما مشاركش، والناس القدام مرحبا بكم والف مرحبا على راسي وعينيا. وكنشكركم بزاف على تطبيقاتكم اللي كتخليوها لي دائما في الانستغرام. شكرا، الله يجازيكم بخير، تبارك الله عليكم. صافي كنطويها على 4 وكنكمل 4 وكنخليهم يرتاحوا مره اخرى تقريبا واحد 15 دقيقه، وغادي نجيو ونبداو نورقوا في المسمنه ديالنا. غادي نحاولوا نديروها على شكل مستطيل، كنبقى معها حتى كنديرها مستطيل. حاولوا نتوما كتقرصوا وانتوما كتخليو وحده على وحده، يعني كل مره تقلبوا باش تجيكم تبقى لكم مقاده ومزيانه، باش كتجيكم ورقه على ورقه. صافي درتها على شكل مستطيل. كناخذ تقريبا واحد 100 غرام ديال الفرماج اللي كنديرو في الحشوه ديالي باش كنخليها تعلك اكثر وباش كتجيني شي حاجه اللي هي زوينه وكتطلع ليا هذه الحشوه اقتصاديه ولكن بنينه بزاف. كنديرها كما كتشوفوا، كنخلي العجين واحد تقريبا واحد 4 سنتي او 3 سنتي وكندير الحشوه ديالي كنقادها، ومن بعد كنجر دوك الطرف وكنبقى غادي مستمره بحال اللي كتشوفوا، وكندهن بشويه ديال الزبده حتى كنلفها على نفسها. صافي وكنجيب الطاوه وكنبقى مستمره حتى كنكمل هادوك لي بوداه كلهم اللي عندي، كنجيبهم على هكا كيجيو ماشي رائعين البنات، شي حاجه اللي هي طوب صراحه. ها هي الحشوه ديالي قسمتها هي كذلك على 4 باش كيجيني كلشي مقاد. صافي ملي كملتها البنات اللي ما بغاش يدير الجوجلان بلا ما ديروا البيضه، انا درت البيضه على حساب باش الجوجلان ديالي يلصق في البيضه، يلصق يعني كنلصقوا البيضه خلطتها مزيان وضفت لها شويه واحد المعلقه صغيره من داك الزيت اللي فيه الفلفله الحمراء باش كيعطي داك اللون وكيجيو محمرين مزيان. دابا تشوفوا التحميره ديالهم كيف دايره. المهم الا ما بغيتوش ديروا الجوجلان بلا ما ديروا البيضه، يعني دهنوها بالزيت اللي فيه الفلفله الحمراء وخشيوها. ملي غتخرجوها غادي ديروا عليها شويه ديال الفرماج. غادي ندوزو الفران البنات يكون سخون مسبقا مزيان. غادي ندخل الطاوه ديالي غنخليها حتى كتنفخ. اولا غنقسم، انا جريت على الفران سبقت لكم المراحل، كنقسموها على النصف الاول وثم كنبداو نقسموا. المهم القسيم كتقسموا على حساب الرغبه ديالكم. الفران نكمل لكم، غادي من التحت نخليوها حتى كتنفخ. غادي نقصوا النار ل 180 وغادي نخليها حتى كتطلع مزيان وكتورق وكطيب ليا من التحت، وغادي نشعل الفوق وغادي نخليها ثاني عاود على 180 حتى كتقرمش وكتجي مقرمشه وكتجي ماشي رائعه، اكثر من رائعه، زوينه بزاف كما كتلاحظوا، جات بحال شي. المهم طوب، هادشي اللي غنقول لكم على تطبيقاتكم وعلى المشاهده وعلى لي لايك ديالكم. كنشكركم بزاف واخا نعيا ما نشكر فيكم. الشكر قليل في الحق ديالكم، ومبروك وعشركم باش ما تمنيتوه بصحيحه والهنا وراحه البال. وكنتمنى تشجيعاتكم بلي لايك باش يمكن لي نكثر من هاد الفيديوهات باش نعرفكم راه عجبكم هاد الفيديو. كثروا من لي لايك والبارطاج وشكرا، الله يجازيكم بخير. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.